ايه يا جوني يا ادوارد يا ابن الجنيه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت تحت فعلا داهيه داهيه. الراجل عامل حاجه في عقود اللعيبه، بيقول لك اول مره تحصل في مصر. لسه كان ابراهيم عبد الجواد مع الصحفي هاني عصام بيتكلموا في اللي جون ادوارد عمل حاجه جديده ما حصلتش قبل كده في مصر. ايه هي؟ اللي اللعيبه الطبيعي بياخد 25% في بدايه يعني في التعاقد، وبعد كده بياخد اقساط، وبعد كده ال 25% نهايه السنه، مده كل سنه. ده اللي احنا عارفينه وده المعروف. الراجل ده بقى عمل حاجه جديده خالص. من اول المدير الفني ما جه والصفقات اللي جت كلها بيتعامل معاهم بنظام ايه؟ يا باشا انت مثلا عايز في السنه مليون و200، انا هقسمهم لك على مدار السنه، كل شهر 100000 100000 100000، فهتخلص السنه معاك المليون و200 بتوعك. تمام. تمام. احنا استفدنا ايه بقى كنادي الزمالك؟ او الراجل ايه التركيه اللي هو عملها؟ اللي بال 25% اللي كان هيديها المدير الفني باللعيبه كلها اللي جت، راح واخدها حطها وديعه في البنك. الله يا ابني، يا ابن النصحه، يا ابن النصحه. فطبعا الوديعه دي بقت بتجيب له كل شهر المرتبات اللي هو عايز يدفعها، بقت الفلوس موجوده والمرتبات بتيجي. انت متخيل الترك يا ابن الصيعه؟ ايه ده؟ ايه الذكاء ده؟ بجد تركايه ما شاء الله ما شاء الله، ما بيجيش غير من حد بقى فاهم. هو ده اللي بيبقى فاهم يعني ايه. اعرف باقل حاجه عندي اظبط الدنيا، مشغل كل حاجه. عارف انت حرفيا هو كل فوته هو مشغل فيها دماغه وعامل فيها مصلحه للنادي. واخر حاجه سمعتها برضو مع ابراهيم عبد الجواد، اللي اللاعب تيدي دوت اللي المفروض كان خلاص في الزمالك، وفجاه قال لك ما بقاش في الزمالك. الراجل طلع موقع اصلا، يعني الراجل طلع موقع. ايا كان بقى السبب ايه، اللي هو بيقول لك في وكيل طلع كلمه قال له بلاش تروح الزمالك والقواضي والمشاكل، فاللاعب رجع في رايه. هو حر، بيقول لك حتى الزمالك مش هيرفع عليه قضيه، بس انت راجل موقع فهتمشي هنبيعك. يعني شايف الدماغ؟ طلع اللي هو موقع. ما هو بيقول لك فعلا ازاي هيجي يعمل كشف طبي وهو مش موقع؟ يعني النادي اللي هناك ده سابه ازاي وهو جاي بناء على ايه؟ خلاص وقع يا باشا واتفقنا على كل حاجه وجاي يعمل الكشف الطبي. فاللي حصل بقى ايا كان ايه هو، فانت خلاص يا باشا هتتباع يا تكمل معانا. فبرضه هيطلعين كسبانين، طالع مش واخد على عيني. فما شاء الله ما شاء الله، بجد انا مبسوط جدا اللي عندنا حد كويس، حد فعلا على قد ما بيقدر بيحرك كل حاجه ممكن يقدر يعملها. ممكن يقدر في صفقه، في لاعب، في مقدمه اللي انا تبقى بسيطه بس تعمل الحاجه اللي انا عايزها، او التركايه او البروباجندا اللي انا محتاجها من الفيديو. ما شاء الله مشغل الدنيا كلها. بجد انا مبسوط انك موجود في النادي، واتمنى زي ما الناس في الاداره سايبينه. في نسيت حاجه اقولها، اللي كابتن ممدوح عباس برضو هم قالوها في البرنامج، اللي حط 60 مليون جنيه في خزنه النادي، مش للاعب، مش لحد بعين، مش لصفقة. لا يا باشا، حط ال 60 مليون في الخزنة بتاعت النادي، للنادي. اتصرف براحتك يا عم جون. اللي هو انت يا باشا احنا كلنا، وانا مبسوط قوي من الموضوع ده، اللي خلاص كلهم بقوا واقفين ورا الراجل ده. محدش عايز يقول انا، لا محد. هو الراجل ده بقى شغال وعارف بيعمل ايه، وفي الاخر هيخلي شكل الاداره واللعيبه والجهاز هيبقى كلهم شكلهم حلو. ما هو انت كنت سبب، انت اللي انت جبت ميدو وحازم عشان ما كنتش عارف تدير، فميدو وحازم اقنعوك بالراجل دوت. فالدنيا كلها بتوصل ببعضيها، بس نسيب الراجل يشتغل. لو اول مره تشوفنا، متنساش تعمل لي فولو وقول لي رايك في الكومنتات، واحلى مسا عليكم.